السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي الغاليين، النهاردة بقى ايه، كل سنة وانتم طيبين بقى كده. ده فطورنا بقى ايه في رمضان كده، في يوم من رمضان كده اللي قلت اصوره لكم بقى واشارككم معايا. انا ما صورتش بقى وانا بعمله حبايبي، عشان ايه؟ انا كنت لسه عامله معاكم السمك والرز كده، والاكله دي كنت لسه عاملاها معاكم قريب، يعني هتلاقوها على القناه وكنت بعتها قريب. فانا النهارده بقى ايه، صورت لكم كده ساعه الفطار كده. كان ايه، لسه المغرب بقى يا دوبك بيدن كده، وقمت مصوره بقى ايه، كنت حطيت الاكل بقى على السفره زي ما انتم شايفين كده. قلت اشارككم معايا بقى فطارنا النهارده. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا. وان شاء الله باذن الله كل واحد يحقق امنيته باذن الله، ربنا يحققها له. والفطار بقى دوت متواضع كده بس جميل بصراحة، وهو ده اللي بيأكل. يعني في رمضان السمك جميل تحفة. انا لقيت بقى السمك ده كده جميل عجبني، جبته وقليه نضفته بقى حلو وحشيته كده وقليته. وعملت بقى طبق السلطة الجميل ده. شايفين بقى طبق السلطة ده مهم ومفيد قوي في رمضان على الفطار. يعني الطبق الايه الرئيسي كده، او الطبق الاساسي في السفرة بتاعتنا في رمضان. هنا بقى الرز ده انا ما عملتوش الرز الصيادية اللي هو الاحمر، لا انا عملته بقى كده. ده طعمه جميل بقى، بيبقى عامل زي الكشري كده. بنحمر البصلة نص تحميرة كده، يعني يا دوبك ايه تصفر كده، ونحط بقى المية بتاعته كده، والرز بيدي طعم جميل للرز. يعني جربيه كده من غير ما تغمقي البصلة قوي، بيبقى طعمه جميل بصراحة. وهنا بقى حمرت بقى شوية بطاطس كده بقى، وايه، أكلة بقى حرشة كده وبسيطة وحاجة كده يعني خفيفة خالص وسهلة بصراحة. يعني في رمضان هي أكلة جميلة وسهلة ومفيدة. وهنا بقى كنت عاملة التمر بقى بتاعنا كده، التمر بقى، وحتى بالبلح كده اللي عاملاه البلح مع التين مع القراصية. التشكيلة اللي بعملها دي جميلة قوي، بنحبوها احنا في رمضان كده، كل واحد كوباية على الفطار. وكنت عاملة خروب برضو. انا زي ما انتوا عارفين بعمل كل الحاجة في البيت، ما بشتريش حاجة جاهزة من بره. كل حاجتي بعملها في البيت بصراحة. بتعملي حاجتك، بص شايفين الحاجة نضيفة وجميلة كده وعاملاها بإيدك، وبتستمتعي وانت بتشربي الحاجة. ليه بقى مش جايباها ولا فيها مواد حافظة ولا فيها اي حاجة، جايباها طبيعي كده. وعملت طبعا زي ما قلت لكم الرز والسلطة، وعملت السمك، وحمرت بطاطس جنبها. عايزة تعملي شيبسي جنبها، الأكلة دي جميلة وخفيفة وسهلة خالص. ده بقى فطورنا في رمضان بقى. وبشكر أي حد بيخش القناة عندي، وجوه مصر أو برا مصر، من برا مصر، حبايبي كلكم الغاليين والله. وبشكركم جدا، وربنا ما يحرمنيش منكم أبدا. وعلى المشاهدات واللايكات كده بإذن الله. قناتي انتوا اللي هتكبروها يا حبايب قلبي. وكل سنة وانتم طيبين، وكل عام وانتم بخير. ويا رب كده ايه يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا حبايبي. وباللي يجي علينا كده العيد كده إن شاء الله بإذن الله. وانتوا في اسعد حال يا رب. يعني احنا دلوقتي في رمضان، والله احنا مش عايزين رمضان يخلص، احنا بنستنى رمضان من السنة للسنة. انا واحدة من الناس والله مش عايزة رمضان ده يخلص، عايزاه طول السنة رمضان جميل وفيه بركة وخير وحلو. هنا تقريبا وانا بصور الكاميرا زغللت كده، معلش بقى سامحوني بقى. أنا حاسة في زغللة شوية كده في الكاميرا. سامحوني بقى. ان شاء الله لو اللي وصل معايا لغايه كده حطوا لي اللايك. كل عام وانتم بخير يا حبايب قلبي.